السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل معاكم ان شاء الله الكليجة بطعم جميل وخفيفة ومقادير بسيطة. الاول هنجيب كمية الدقيق اللي احنا هنشتغل بيها. انا هجيب 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق هحط عليهم كوباية نصها سمنة ونصها زيت. الاول جبت الطبق بتاع زي ما انتم شايفين، هحط فيه 4 كوبايات دقيق. ادي الكوباية والتانية اهي، وادي التالتة، الكوباية التالتة والكوباية الرابعة، فاضل كمان كوباية. كده يبقى حطينا 4 كوبايات دقيق. ماشي. وهحط على 4 كوبايات دقيق هحط نص معلقة بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده معايا بالمعلقة كبيرة، نص معلقة بيكنج باودر. وهحط ربع معلقة ملح، ربع معلقة ملح صغيرة على ال4 كوبايات دقيق. وهحط معلقتين سكر كبار. يبقى انا 4 كوبايات دقيق، نص معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة ملح، ومعلقتين سكر كبار. وقلبت المكونات الجافة مع بعضها، وحطيت ربع معلقة خميرة. حاجة بسيطة يعني، هي ممكن تعملها من غير خميرة، احنا كده كده حاطين البيكنج باودر. وحطيت 3 معالق لبن بودرة او حليب مجفف. وهقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. وهجيب كوباية سمنة، هجيب كوباية سمنة بزيت، يعني الكوباية هحط نصها زيت ونصها سمنة، يعني معلقتين سمنة كبار وكم معلقة زيت تكملوا الكوباية بيها. وهحطهم على الدقيق بتاعي وهبسهم بيه زي ما انتم شايفين كده، زيت بالسمنة. هبس المكونات دي كلها بالدقيق لغاية ما الدقيق تلاقيه ناعم معاكي ولونه اتغير بقى مصفر كده، تعرفي ان هو كل المكونات دخلت اتخلطت بالسمنة كويس زي ما انتم شايفين كده على كف ايدي. وهبس الدقيق بالسمنة والزيت اللي انا حطيتهم عليه. وبعد ما بس كمية الدقيق بتاعتي بالسمنة والزيت هكون مثلا محضرة كوباية مية او كوباية لبن. اللي عنده لبن يحط، اللي عنده مية يحط. انا هعملها بمية لان كده كده حاطة في الدقيق بتاعي حليب مجفف. كده انا اتأكدت ان العجينة كلها الدقيق بتاعي كله اتبس بالسمنة. اجيب بقى كوباية المية هحط شوية بشوية، لان انا عايزة العجينة متماسكة مش عايزاها طرية. احنا عايزين العجينة بتاعتنا متماسكة. هحط شوية بشوية وهقلب، واقلب من تحت لفوق. لسه العجينه ناشفه في ايدي، بحط شويه بشويه. يعني الكوبايه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي خدت كوبايه كلها الا ربع. الكوبايه دي خدت، يبقى العجينه بتاعتنا ال4 كوبايات دي خدت كوبايه الا ربع. بس يا دوبك العجينه تتلم خلاص. انا مش عايزه العجينه طريه، انا عايزه العجينه متماسكه. انا كده خلطت المكونات كلها مع بعضها لغايه ما العجينه اتلمت معايا وبقت متماسكه. وهسيبها بس 5 دقايق ترتاح، واروح مقطعاها كور صغيره على ما احضر الحشوه بتاعتي. جبت كده يجي 7 معالق سكر زي ما انتم شايفين في الطبق. هحط 7 معالق سكر، واحط معلقه ليمون مجفف. دي ليمون مجفف فرماه، تفرمين في المفرمه بتاعتك تنعمي او في المطحنه. هحطه على السكر. يبقى انا حطيت 7 معالق سكر وحطيت معلقه ليمون مجفف. وهحط ربع معلقه زنجبيل برضو مطحون. وهحط مع الليمون والزنجبيل معلقه قرفه. ده زنجبيل. يبقى انا حطيت سكر وزنجبيل وليمون مجفف. وهحط قرفه وقرنفل وهيل، ربع معلقه هيل مع معلقه قرفه كبيره مع ربع معلقه برضو قرنفل. كل المكونات دي بتطحنيها في المطحنه وبتخلطيها مع السكر. دي القرفه اللي انا كنت بحطها. وهحط شويه هيل مع شويه قرنفل، وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها. وبعد كده هجيب العجينه بتاعتي هقطعها كور صغيره على قد الحجم اللي انتوا عاوزينه. كل كوره هقطعها وبعد كده هفردها من الجناب حلو، واروح حشيها من النص. كده انا خلصت الحشوه بتاعتي. وهجيب بقى العجين زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا بقطعها قدامكم اهو، كور صغيره. تقطعي كور وتلميها من تحت. هقطع كميه شويه وبعد كده هروح مفتحاها من النص
واروح حاطه الحشوه فيها. تمسكي العجينه تكوريها، تبرميها في ايدك شويه، وبعد كده بتروحي ايه لفاها على كف ايدك حلو، وتروحي قافلاها من تحت ترتاح شويه على ما تخلصي تقطيع الكميه، وبعد كده تحشيها بقى. ما بتسيبيش العجينه تخمر، يا دوبك بتخلصي ترتاح بس ربع ساعه تلت ساعه وبتسوي. هي الكليجه كده، بتسيب العجينه بتاعتك بس ربع نص ساعه بس يا دوبك ترتاح بعد ما بتحشيها، وبعد كده بتروحي ايه حطاها في الفرن ساخن. زي ما انتم شايفين كده، جبت اول كوره انا قطعتها، بفتحها بعملها زي قرطاس، بحيث ان تحطي الحشوه من جوه وتقفلي عليها. لازم تقفلي حلوه على الحشوه بتاعتك عشان ما تطلعش ايه وانت بتسوي وتهبط معاكي. ايه، تروحي حاطه في العجينه وتقفلها من تحت. ودي مفرش كروشيه كده عشان يعمل لي شكل على الكرة بتاعتي اللي انا لسه مقطعاها، على الكليجة بتاعتي، اي شكل انت عايزاه، اي شكل عندك ممكن تفردي عليه. ده انا عندي مفرش كده كروشة، رحت حطاه وفردت عليه الايه الكليجة بتاعتنا، بيعمل تخطيطة فيها كده بشكلها حلو. عندك اشكال تانية افردي عليها، بس افرديها شوية متخليهاش تخينة، خليها ايه وسط، ولا رقيقة او ولا وسط او، بحيث برضو كل ما تفردي قوي الحشوة بتاعتك ما تخرجش بره. اهو، اروح قلبه بمفرش اللمه التانية، اروح مطلعه، بتديكي شكل الايه اللي انت عايزاه. ايه، بفرد من الجناب، من الاطراف، من الاطراف لبره، يعني باخد من جوه لبره. لازم تخلي من النص سميكه شويه، عشان لما تحط الحشوه وتقفلي وتيجي بعد كده تبططيها يكون تحت السمك بتاعها سميك شويه عشان ما تفتحش معاكي. يعني انت بتفردي من بره من الاطراف، والسيب اللي في النص سميكه، عشان لما تحطي الحشو وتقفلي هتيجي تفردي، لو اللي في النص مفروده قوي هتلاقي الحشو بتاعك بيطلع بره وهيسيح منك. زي ما انتم شايفين اهو، بفرد من الاطراف من الاطراف، وبعد كده احط الحشوه في النص واقفل تاني، وبعد كده اروح مطبعه بالشكل بتاع اللي انا عايزاه. اي شكل عندك عايزه تعملي اي شكل. واجيب الصواني بتاعتي اللي هحط فيها، هدهنها بس دهنه بسيطه من السمنه او من الزيت، واروح حاطه فيها الكميه اللي انا ايه هعملها. كل اللي هشكله هروح حاطاه في الصينيه، وبعد ما اشكل الكميه بتاعتي واحطها في الصينيه اسيبها ربع ساعه تلت ساعه على ما الفرن بتاعي يسخن. ولازم يكون الفرن حار حار على 200 درجه فوق وتحت، لازم الشوايه تكون شغاله والفرن من تحت شغال. اول ما الفرن يسخن قوي تروحي مدخله الصينيه من تحت، اول ما تلاقيها بدات تخش في السوا ارفعيها فوق تحت الشوايه عشان تقب معاكي وتتنفخ. زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما طلعت من الفرن بتاخد لها ربع ساعه في الفرن، استوت من فوق ومن تحت وقبه وما شاء الله. اهي، تفتحوها هتلاقوا بقى السكر اللي انتوا حاطينه كرمل من جوه وساح وجميله منفوشه وهيشه ما شاء الله. ونرجو تعليقاتكم وتجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.